بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنتكلم على مباراة الأهلي والهلال السوداني. المباراة اللي في المباراة الأولى زي ما عرفنا إن الأهلي كسب 1-0، وحصل المشكلة بين إمام عاشور وبين رامي ربيعة وبين محمد هاني وإمام عاشور، ومحمد هاني مسك الحكم اتخانق معاه وضربه، وكان الفيلم اللي احنا عارفينه ده. وطبعا انتقادات كبيرة لكولر إن هو اخطا في التشكيل، وان هو ما استخدمش الا تغييرين بس في المباراه الاولى. المباراه هتكون ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. قولوا لنا في الكومنتات رايكم مين اللي هيكسب المباراه. صعب جدا نتوقع الاهلي هيكسب ولا الهلال، لان الهلال لسه عنده فرصه، لان نتيجه 1-0 مش مطمئنه بالمره، وصعب جدا نتوقع مين اللي هيفوز بالمباراه، خصوصا ان الهلال هيبقى على ملعبه. هو صحيح ما بيلعبش في السودان ولكن بيلعب في موريتانيا، ولكن المواجهه مش هتكون سهله ابدا. الكولر عنده فرصه ان هو يغير الاخطاء اللي وقع فيها في المباراه الاولى، ويقدر ان هو يلعب مثلا قفشه او يعدل في التشكيل هجوميا، بحيث ان هو يقدر يفاجئ الهلال ويحرز هدف مبكر عشان يضمن التاهل. اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات مين المتوقع يفوز بالمباراه، الاهلي ولا الهلال السوداني. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وشير فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين والمشتركين.